السلطان ووحدك رب العباد، كل القدرة لك يا الله. انت الإله وعندك كل الحكمة، ملك الملوك سيد الأسياد. مساء الخير أعزائي مشاهدين قناة النعمة، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة كلمة الرب لينا من إنجيل مرقس إصحاح 14 ومن أول عدد 3. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. وفيما هو في بيت عين، أي الرب يسوع لكل المجد، في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ، جاءت امرأة معها قارورة طيب ناريدين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مغتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء. وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: اتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم أن تقدروا أن تعملوا بهم خيرا. وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيبة جسدي للتكفين. الحق أقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم، يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها، والإلهنا كل المجد. موضوع النهارده موضوع رائع جدا جدا، والرب عاوز يكون بيكلمنا ويعلمنا ويفهمنا أمور عظيمة في قلبه لينا إحنا. نفسي أقول عنوان الكلمة دي النهاردة. وإحنا بنتكلم هنكتشف، عشان ما نقولش إن إحنا بنيجي في اتجاه المرأة، لكن وإحنا بنتكلم هنكتشف اللقب اللي الرب مدح بيه هذه الامرأة. فالمرأة دي كانت فيها 7 شياطين. مريم المجدلية دي أخت العازر وأخت مرسى، كانت فيها 7 شياطين، والرب تمجد أخرج منها الشياطين. وفي يوم من الأيام هي شافت إن ربنا ده بالنسبة لها الشيء الغالي، النصيب الأعظم. كانت راقة عند قدمين رب المجد لكل المجد. وهي كانت راقة عند قدمين رب المجد، السجود بتاعها ده ملاها منه وشبعت منه وفهمت منه من كلماته ومن تعليمه ليها ان هو شخص غير عادي، لا زي الكتبة ولا زي الفريسيين ولا زي الناس اللي هي بتسمع منهم تعليم منذ ما اتولدت، منذ ولادتها. فشافت فيه التعليم العظيمة النقية، شافت فيه المسيا، شافت فيه اللي أنقذها من إبليس، شافت فيه النصرة، إن كانت حياتها ضياع وأصبحت حياتها هي عند أقدام السيد الرب. فالحياة الجديدة اللي شافتها دي ملكه عليها زاد، عمقها بيه ومعرفتها ليه ازداد، محبتها ليه زادت. شفت إن هو أبرع جمال من كل بني البشر، شفت إن هو الغالي العظيم، شفت إن هو المنقذ واللي فيه الحياة الأفضل. ده هي ما سمعتش عنه، لأ، ده الرب تمجد في حياتها والتصاقها بيه خلاها شفته وهو في الوضع العظيم، في الوضع المبارك، في الوضع المرتفع. فعينيها للرب بتعليمه ليها وبالتصاقها بيه وارتباطها بمحبته خلت قلبها من جوه شافه ان ده شخص يستاهل اديله كل اللي عندي. قارورة الطيب يقال عنها ان بتبقى بتاعه البنت يوم الفرح بتاعها في الايام القديمه، في العصر القديم.
اللي بتسكبها للعريس ليلة الفرح بتاعها. لكن مريم من ارتباطها بالرب شافت ان انت احلى من العريس الارضي، انت بالنسبة لي الجوهرة الغالية اللي تمنها اغلى من الطيب اللي انا كنت اعددته من وقت ليوم فرحي. فانت بالنسبة لي الفرح، وانت بالنسبة لي الفرحة العظيمة جدا جدا اللي مش عارفة اعبر عنها، بس نفسي اقول لك يا رب واعبر ليك بطريقتي وعلى قد امكانياتي. اللي انا كله مخزناه او شايلاه او جمعته من قروش من فلوس واشتريت بيه، انا هكون بسكبه على قلبك انت، انا هكون بسكبه على رأسك انت، انا هكون بدهنك انت بيه، انا هكون بقدمه لك. وده شيء يسير بالنسبة للي انت صنعته معايا، لانك اللي صنعته معايا ولمست قلبي بيه وسكبت الحب جوايا وملتني طمأنينة وراحة وسلام، ده انا مش عارفة اعبر بيه عنه. انا ما عنديش طاقة كلام اكون بعبر بيها عنك، ولا عندي تقديمات اقدمها ليك. يقال عكسة بنت كالب يوم الفرح بتاعها لما اتجوزت ابن عمها، مع انه كان صاحب نصرة وانتصر على مدينة كبيرة، وباباه قال ابو عكسة قال اللي هينتصر على المدينة دي انا هكون بديله بنتي عروسة. وانتصر ابن اخو كالب على المدينة دي وجاب نصرة عظيمة لشعب الرب في الوقت ده، وكالب جوزوا عكسة بنته. لكن عكسة ما كانش عينيها مليانة بابن عمها، ما كانش هو ده بالنسبة لها الفرح المكتمل، ما كانش هو ده بالنسبة لها السعادة الكبيرة العميقة العظيمة اللي كانت منتظراها. كان في شيء أعظم من كده في قلبها، إنه نزلت يوم فرحها من على الحمار، يوم الفرح بتاعها من جنب العريس، ونزلت وباباها سألها قال لها مالك انت ليه نزلتي؟ ليه سبت العريس؟ ليه سبتي اسعد لحظة انت موجودة فيها، اسعد لحظة مع احسن قائد جيش واعظم منتصر انتصر وجاب مجد على اسم الرب؟ قالت له انت اديتني ارض، لكن انا محتاجة مية، انا عاوزة منك بركة، انا محتاجة اخد منك بركة. البركة اللي لما اخدها منك يا ابي، بما ان ابوها كان رجل الله هو ويشوع في الزمن ده، فقالت له انا عاوزه منك بركه. البركه هي اللي هتخلي ارتباطي بالعريس يدوم، لان بركتك بركه الرب اللي اخدها من خلالك هي البركه اللي هتديني امتداد في الروح، هي اللي هتخلي بيتي دايما يبقى في القمه والنصره. فقالت له اديني بركه، اديتني ارض اديني بركه. يقال في الكتاب دي كل المجد ان اعطاها الينابيع العليا والينابيع السفلى، اداها بركه، اداها الينابيع العليا، وزي الكتاب ما بيقول ان احنا نطلب ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لنا. فهي طلبت الينابيع العليا، اداها الينابيع العليا والينابيع السفلى. دي عكسة بنت كالب، كانت وجهة نظرها شايفة رؤية ابعد، وشايفة عطية اسمى، وشايفة شخص أغلى من اللي هي شايفته. العريس معاها لكن هي شايفة الأعظم، هي عاوزة البركة. ومريم شافت إن في الرب كل العطايا ليه كل المجد، إنه في اكتمل الراحة والفرح والسعادة اللي كان ناقصها، الأمان والرجاء اكتمل جواها وهي مرتبطة بيه. محدش يستحق الطيب اللي أنا شايلاه إلا لك أنت. جبت الطيب وكسرته على الرب. والشيء العجيب شهادة النبوة على فم ملك الملوك ورب الأرباب، وبيقول لهم ما تزعجوهاش، ده عملت كده لتكفيني. كأن عمق ارتباطها بالرب خلى الرب كان كاشف ليها أسرار نبوة، ان التكفين بتاعه لما سمعان نزل جسد الرب من على الصليب وكفنه ما كانش فيه وقت، لان الدنيا ضلمت والدنيا كانت في الوقت دوت منقلبه انقلاب غير عادي. ما كانش فيه وقت لسمعان القرواني يجيب طيوب وحنوط ويكون بيكفن الرب. ما كانش حد عنده وعي ولا عنده تركيز، الدنيا كلها كانت في خوف ورعب ان اللي مات على الصليب ده ابن الله الحي، ان الجندي الروماني شهد عنه ده حقا كان هذا ابن الله الحي. الاضطراب والارتباك ما كانش حد عنده وعي يكون بيجيب حنوط للرب. لكن الرب ليه كل المجد، كان عمق محبة مريم للرب كان مالي قلبها بارتباط شخصي بيه، خلى قلبها والروح من جواها
عمل كده لتكفينه قبل موته، فشهد عنها لا تزعجونها. ده كل الأرض الكتاب بتاعي هيكون مكتوب في اسمها، والكون كله هيكون بيكرز باللي صنعته معايا مريم، لأنها أحبتني كثيرا. محبتها الكثيرة للرب قدمت لي كل الغالي اللي عندها، والغالي كان مش رمز للرب ولا قيمة الرب، لأن الرب أغلى بكتير، لكن كان تعبيرها لأن هو قلبه كله محبة. فعظمة محبته جبلت منها اللي قدمته ليه، وكمان هو شافه إن شيء عظيم جدا 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 جدا. كان فرحان باللي صنعته مريم معاه، لأن شافها إنها قدمت كل ما بتمتلك، قدمت كل ما بتمتلك. ورب النهاردة عايز كل حد فينا يكون في قلبه كده. انت بتقدم كل ما تمتلك للرب؟ انت مخلي ربنا نمبر 1 في حياتك؟ انت مخليه ربنا نمبر 1 في حياتك؟ انت مخلي الرب قبل ابنك وقبل بنتك، قبل اشغالك، قبل اعمالك، قبل المشغوليه، قبل اي شيء انت كنت مش عارف تتحصل عليه، لكن لما امتلكته الرب نمبر 1 في حياتك قبل اللي انت امتلكته ده؟ ولا الامور بتاع الحياه مخليك مش عارف تميز، وعينيك والواقع والظروف خلت عينيك مش قادر تتحكم ولا قادر تميز في مين اغلى في حياتك؟ طموحاتك مخليك شايف ان الرب اعظم شيء تمتلكه، ولا طموحاتك اللي انت عاوز تمتلكها مخليك مأجل مأجل مأجل؟ كانت في قصة حقيقية بتاعت اب كاهن حكى عن في شاب، الاب الكاهن ده زاره ببيته وقال له عاوزك تيجي تحضر القداس يا ابني. قال له يا ابونا انا في ثانوي عام، اما اخلص ثانوي عام واحدد مستقبلي انا هكون مطمئن هحضر القداسات دايما. قال له ماشي يا ابني، وانا اصلي لك ربنا يعديك من الازمه اللي انت فيها. عدى من الازمه ودخل كليه مرتفعه كانت محتاجه منه مذاكره اكتر. راح له ابونا زاره، يا ابني اديك وصلت لهدف عظيم. قال له يا ابونا الكليه دي صعبه جدا جدا، اذكرني في صلاتك ان اكون بلم بالكتب عشان انا عاوز اكون من الممتازين، اخد امتياز في الكليه. خلص الكليه اول سنه، يا ابني تعالى انا مشغول عشان بحضر يا ابونا لبدايه السنه الثانيه. فكل مره ابونا يروح يزوره والشاب يكون بيقول له المسؤوليه كبرت. خلص الكليه بتاعته، خد مؤهل عالي، وبعدين اصل انا بكسب كتير يا ابونا وبجمع عشان عاوز ارتبط بعروسه تكون مرتفعه وفي القمه زي هي، تكون مناسبه للواقع بتاعي. زاروا ابونا بعد ما اتجوز، يا ابني انت فين من ربنا؟ يا ابونا انا مشغول، ضغوط الحياه ضغطتني وبجيت مش عارف اكون بروح الكنيسه عشان انا عاوز اكون رايح الكنيسه وانا قلبي صافي. لو دخلت الكنيسه واحضر القداس دماغي مشغوله باكتر من مشغوليه، فبجيت مش عارف اتجمع ان قلبي يكون نقي قدام الرب وخالي من المسؤوليه. وفي الاخر القصه دي حقيقيه، الاب الكاهن سمع في الاخر ان الابن ده في غيبوبه في الانعاش. راح له فضل يكلم ويقول له يا ابني ناديتك، يا ابني ناديتك وبتابعك من ثانوي عام، يا ابني انت فين من المشغوليه؟ انت فين من الرب؟ ولا مجيب ولا صاغي. والشاب انتهى ومسكين، ما كانش خاطي لكن كان عنده مشغوليه اهم من ربنا. رغم انه ما كانش خاطي لكن هلك شعب لعدم المعرفه، هلك لانه ما عرفش ان ربنا في الاول هو اللي هيكون بيكمل معاه الرحله، هو اللي هيكون بيوصل لكل طموحاته الغاليه، وهو اللي هيكون لو طلب ملكوت الله وبره اولا هذه كلها تزاد لكم. كلمه الرب عميقه جدا، وكلام الرب امين جدا، وعظمه الرب في تحقيق وعوده صادق الى ابد الابدين. صادق طول الرحله، هو صادق في كل المراحل بتاع حياتنا، امين في جميع المواقف، قادر 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 وامين وعظيم، القادر على كل شيء، القادر مفيش حد غيره قادر، هو القادر. القادر الالف واللام قبل كلمه قادر بتعلن ان هو القادر، يعني هو الله ذاته القادر، القادر على كل شيء. بس في اتجاه قلبنا، لما يبقى قلبنا هو شايفه مش متجه ليه، ببقى انا وانت وانتي اللي حكمنا على نفسنا.
لكن لو حكمنا على نفسنا لما حكم علينا. لكن ربنا النهاردة عاوز كل شخص في الأيام المباركة المقدسة السعيدة اللي ممتلئة باتحاد العالم. يمكن الصيام دوت الرب بيجمعه في توقيت حروب عشان تضرعنا قدام الرب يرحم الدول ويرحم العالم من الصراعات، يرحم الأطفال اللي إبليس عاوز يشرتها في كل دول العالم، يرحم البيوت الخربانة، يرحم. فوحدانية الكنيسة، وحدانية شعب الرب في كل الأرض. أنا أتمنى الصيام أصلا ما يخلص، مش أمنيتي، أتمنى بعد العيد الكنيسة كلها تفضل تسبح وترنم وتصلي وتصوم، إن ربنا يصنع عجبه ويبيد مؤامرات إبليس من كل الدول العربية والأجنبية، ويعلى صوت الرب بالمجد، والعالم يلتفت لملك الملوك ورب الأرباب، مش لأهداف. مش كل دولة بتفتش وتبحث على الهدف إنها تكون الأمة الأعظم أو المركز الأعلى، أو تكون هي الدولة الممتلكة وتحتقر العالم كله، لكن تكون دول العالم بتفتش وتدور عن النهاية اقتربت. إن كان العالم بيجهز من حوالينا الاضطرابات دي، ربنا عاوز عينينا تكون بتتفتح زي مريم على الشريك الأعظم، على ملك الملوك رب الأرباب اللي يكون شريك حياتنا، اللي ضابط الكل، هو اللي يكون نمرة واحد في حياتنا. يبقى عندنا الوعي واليقظة والفهم والإدراك. إن كانت الأحداث بتقول فبتقول لكل نعسان يفوق من النوم اللي فيه، والكل مشغول بمشغولية ما في حياته يكون بيسيب المشغولية ويكون بيزرع في نفسه وببيته في اللي حواليه أمر أعظم خطير. إن الرب آتى على سحاب المجد، إن ملك الملوك ورب الأرباب بيعلن عن نفسه، إنه كل الكلام اللي جالهولنا في الكتاب المقدس ليه كل المجد، جال ولا نقطة ولا حرف من كلامه ولا نقطة واحدة من كلامه هتزول، لكن كلماته واللي الرب ملى بيه أنبياء وقدسينه اللي كتبوه في الكتاب المقدس ده كتبوه لأجل تعليمنا، لأجل فهمنا، لأجل استوعاب لحياتنا، نستوعب كلمة ربنا لينا، ولأجل ما يفهم العالم إن اللي ضابط الكل هو يسوع، إن الكتاب المقدس هو المرشد للعالم بأكمله، هو السلاح النووي اللي يدمر مملكة إبليس اللي بتزرع في الدول الانتقام بين بعضيها. الكتاب المقدس كلمته وتعليمه اللي ممتلئة بالمحبة هي اللي تدمر كل مؤامرة شريرة دبرها العدو في داخل أي رئيس وفي داخل أي دولة، ضد أي مملكة، ضد أي واقع، ضد أي إمكانية إبليس زرعها في الناس من إن هم يخطط تخطيطات للدولة اللي تكون هي الأولى أو الأفضل. ربنا عنده المحبة العظيمة من خلال كلمته العظيمة اللي يبطل بيها كل تخطيطات إبليس، كل تخطيط، كل تشتيت زرعت الناس في داخل الشعب، والناس اللي عديمة الفهم، والناس اللي ماشية في الطريق، والشعب اللي بلا معرفة. الواقع بيقوده للضلال وللدمار وللموت وللخراب. وربنا يعظم عمله ويدينا نكون كل حد فينا صاحب الرؤية، صاحب رؤية عظيمة. عشان كده قلنا في منتصف الكلمة ربنا هيكون بيوضح لنا ان الامرأة دي كانت صاحبة رؤية عظيمة، كان عندها رؤية افضل. الترنيمة بتاع حرماس بيقول حتة تانية، متعة تانية، لما اشوف عينين يسوع في عينيا، مجد تاني، عمر تاني، لما المس مجد يسوع لو حتى ثانية. ده صحيح. لمسة مريم لحب الرب في قلبها وحضورها قدام قدميه وتعاليمه اللي انسكبت في داخلها خلت مريم ما شافتش إلا يسوع وحده بس. وعشان كده كانت هي الامرأة صاحبة البشارة العظيمة. أول شخص يشوف رب المجد لما جاب من الموت كانت هي مريم. أول اسم لسان ملك الملوك ورب الأرباب يناديه مريم، قال لها يا مريم، التفتت كده يا معلم. أعظم امرأة اتنطق اسمها على لسان رب المجد، وكأن رب المجد يقول لها أنا قلت للتلاميذ وكتبوا وهيكتبوا بإيديهم في الكلام ده في الأناجيل إن يكرز بيكي في العالم كله، حيثما يكرز بالإنجيل يكرز بهذه الامرأة بما فعلت معي، إنها صنعت هذا التكفيني.
وكمان يا مريم انت اول اسم واغلى اسم عليا، مش لان الرب مش بيحب العالم، رب يحب العالم باكمله، حتى الخطاه اللي ضده بيحبهم ونفسه يكونوا هم افضل ناس في الارض. لكن الرب كان مبسوط ان مريم كان في قلبها اعظم شخص هو ملك الملوك ورب الارباب، شخص ربنا يسوع المسيح. فقال لها انت اديتيني كل نفسك، اديتيني كل حبك، اديتيني كل الغالي اللي عندك، كسرتي اغلى شيء في امكانياتك اديتهولي، وملكتني على قلبك، وكنت قاعده عند قدمي تتعلمي التعاليم العظيمه الثمينه اللي اكتشفتي بيها ان اعظم تعليمي، فكنت راقعه عند قدمي، واكتشفت ان انا اغلى شخص يستحق كل الحب، فبدتيني عن اي حبيب تاني هتقابليه في حياتك، فانت تستحقي ان انا اكون كمان بمتعك بحبي. فمتعه مريم بالرب خلت الرب هو كمان قال لها وانت كمان اول واحده تكوني بتسمعي صوتي بعد قيامتي من الموت يا مريم. ما أعظم فهمه العظيم هو بينادي عليها يا مريم. نعم يا سيدي يا معلم. قال لها روحي قولي لاخواتي بشريهم وقولي ان انا قمت من الموت. كمان يا انت يا مريم اول مبشره بقيامه ملك الملوك ورب الارباب مريم المجدليه. يا عظمه محبه الرب لكل اللي بيقدم نفسه للرب بامانه. طوبى الانقياء القلب لانهم يعاينون الله. عاينت محبة ربنا من قبل ربنا ما يتصلب وقدمت له الطيب. عاينت حب ربنا ومجد ربنا بعينيها قبل أي شخص. كانت مريم شافت الرب. حطت الرب في المقدمة، الرب كمان حطها في المقدمة. حطها في المقدمة قبل بطرس، قبل التلاميذ الرجالة ما يروحوا. هم كانت هي راحت تشوفه في القبر، مش لأنها كانت عارفاه هو محتاج للحنوط، لكن ده تذكار حب، اعلان عن محبه وتقدير لشخص المسيح. كانت واخده له الحنوط هي وباقي المريمات، عاوزه تقول له انت غالي، احنا رايحين نعمل معاك احتفال ليك اكراما لجسدك، انت غالي وعظيم. لكن الغالي العظيم قال لها انا اللي نبأتكم بان انا هكون بصلب واقوم من الموت، وروحي قولي لاخواتي ان انا قمت من الموت. ما اعظم هذه الاخبار، ما اعظم هذا الاهتمام. شخصة واحدة في وسط كل التلاميذ وفي وسط كل المجمع اللي كان الرب بيعلمه، واحدة بس كانت عينيها مفتوحة وشايفة انه دوت يدهن جسده، ده يتكرم في وسط المجلس اللي كان قاعد فيه. رب المجد ما كانش بينه وبينها، مع انه كان بيروح يبات في بيتهم عند العازر ومرسى. لو كانت عاوزة تكرمه بينها وبينه كانت كسرت له كروت الطيب في بيتها، لكن كان في قلبها أعظم. وهو كان متكئ، وفيما هو في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. والرب لما كان متكئ كانوا بيتكئوا حواليه ناس كبيرة تتعلم من تعاليمه وتسمع كلامه. ففي الوقت دوت مريم لما كسرت كروت الطيب راحت أكرمته قدام الناس، أكرمته قدام الناس، عايزة تقول له أنت العالي المرتفع، أنت المستحق أعليك، أنت المستحق أحبك للمنتهى، أنت المستحق إنك تاخد كل مشاعري ومحبتي وكل شيء عندي غالي أنا كنت بعده لحد أجابله في الزمن. أنت الشخص اللي وجدتك لنفسي، وجدت من تحبه نفسي، وجدت حبيبي أبيض وأحمر. فهي وجدته لأن قلبها اشتاق لي، ولأن قلبها كان بيبحث عن النقاء وعن الحب الحقيقي، وامتلأت بيه. وهو كمان اهتم بيها، وهو كمان ظهر ليها، هو كمان أعلن لها مجده يرى أمام كل العيون المفتوحة اللي بتفتش عليه. موسى كان بيفتش عليه في وسط كل الأمور اللي كان الرب بيستخدمه فيها، لكن قال له أنا عاوز أشوف مجدك، أريني مجدك يا رب. أيوة أنت بتستخدمني مع الناس، استخدمتني عند فرعون، استخدمتني مع شعبك، استخدمتني وباركتني وخلتني بركة في وسط الشعب بتاعك، لكن أنا نفسي أنا أكون بتمتع بيك، أدخل معاك في عمق جديد، أعرفك معرفة أكتر، أتأمل فيك وعناية تنبهر بجمالك، أفرح بيك وانسبي في حضورك. مبارك اسم الرب. ما أحلى الحضور أمامه، ما أحلى حضوره في حياتنا، ما أجمله، ما أروعه، ما أبهاه، ما أشهاه، ما أقدسه، ما أعلاه. عالي عالي عالي. ارفع يسوع، ارفع وافرح بيسوع. ترنيمة سودانية جميلة جدا.
ارفع يسوع، ارفع الشيطان، دوسه دوسه. الرب عالي، عاوزين نعليه نعليه نعليه، لان العالم باللي فيه كله هيزول. وبداية الزولان منذ البدء العالم بنقول عنه ان هو ينتهى، لكن الايام دي بقى العالم في النهاية ده بحق حقيقي مش كلام. فاحنا عاوزين الرب يتمجد في حياتنا، ونقول للرب يا رب نرحب بيك انك انت تكون أشهم في حياتنا، وتكون أنت الأولوية الأولى لحياتنا، ويكون بقى عمرنا شخصك زي ما بتقود العصافير وبتعول العصافير، متأكدين منك أنك أنت هتعول حياتنا، لكن عاوزين نفرح بيك ونتمتع بيك عشان نبقى لابسين رداء القوة، عشان نبقى متمتعين بيه واحنا في الأرض، عشان لما نتكلم عنه نعرف نتكلم عنه عن اللي احنا دجناه. كنت بكلم واحدة في اجتماع ربنا كان بيعمله معايا، فالاجتماع كانوا بيحضر معايا فيه من اسلام ومسيحيه، فواحده مسلمه اتعرفت على الرب والرب لمس قلبها. وبعدين وهي بتحكي معايا بسالها تاني مره، بقول لها يا ابتسام انت الرب اتلمس معاك ازاي؟ احكي اختبارك، خلي احبائك يسمعوكي، الناس تسمعنا في الاجتماع اللي احنا كنا فيه. انا بتكلم فخر بالرب، انا بحكي عن الموقف ده فخر بيسوع المسيح. فبقول لها يسوع ازاي دخل حياتك، ازاي شعرتي بحبك ليه وازاي حبتيه؟ ردت عليا بكلمتين اتنين، جيت لي يسوع ده ما ينفعش يضحك عنه، ده انا لما بجلس قدامه بيدوبني حب، انا بدوب حب فيه، فده بيداج وبيتحس وبيتملى القلب بحضوره، ده ما بيضحكش عنه. اتلفت لكل الناس اللي حوالي، قلت لهم شايفين لما الرب بيوصل لقلب حقيقي وبيسبيه بالحب، ولما حد بيقول للرب انا بقدم لك نفسي، شفت الرب بيملك عليه ازاي؟ مش عارفه تعبر بكلمات، قالت ده بيداج وبيتشعر بيه في الداخل، بيملك على الكيان وبيدوبني حب. ليتنا في هذه الايام نطلب من الرب ان يا رب خليك انت الاول في حياتنا، عشان تكوني بركة للواقع اللي انت فيه، عشان تكون بركة لبيتك، بركة لكنيستك، بركة لعيلتك، تكوني انت كمان بركة في المجتمع اللي انت فيه، في الشغل اللي انت فيه، لأولادك، لزوجك، تكوني وانت داخلة في العمق مع الرب بيديكي مجده، بيرى بمجده عليكي، إبليس يخاف منك من البيت، تبقى البيت كله متبارك بسبب حضور الرب في حياتك، إبليس يخاف منك في أي مكان تتجهي فيه، فطاري مجد الرب ويرى مجد الرب على حياتك. نفسي تصلي معايا الكلام ده، اطلب من الرب يا رب، اطلبي معايا واطلب معايا، قول للرب كده يا رب اشغل كياني بحضورك، اشغل قلبي بيك انت يا رب، اجذبني وراءك في اجري، اجذبني وراءك في اجري يا رب، بحط بين ايديك اولادي وزوجي، انا بحط كل عيلتي بين ايديك. اطلب من الرب كده ان الرب يكون هو الاول في حياتك وفي حياة بيتك. سيب المشغولية والاضطرابات والمشاكل والظروف، سيب كل اللي انت بتفكر فيه دلوقتي، اعطي مكان للرب عشان الرب يكون بيمسك مسيرة حياتك في باقي الايام بتاعتك. بداية عظيمة معاك، تبقى بداية عظيمة، تبقى بداية في حماية الدم، تبقى بداية وانت محمي من العالم واللي هيكون بيحدث فيه من احداث أليمة. اصرخي واصرخ معايا وقول للرب كده، وحد قلبي في خوف اسمك، وحد بيتي نبقى اما انا واهل بيتي نعبد الرب، وحدني انا وزوجتي في خوف اسمك، وحد اولادي في معرفتك، اديني يا رب يسوع اكون انا اللي بخلص بيه من العالم، انا وزوجتي واولادي، لان العالم هينتهي، هو بدأ في النهاية، العالم هينتهي، فاحنا عاوزين تكون نهايتنا أسعد من بدايتنا. مجد الرب يرعى الكنيسة في الأيام الأخيرة أعظم، لأن مجد البيت الآخر أعظم من بيت الأول، فالرب عاوز المجد يملى حياتنا عشان نخلص من العالم. الضيق اللي جاي على العالم رهيب، فالرب عاوزنا نكون بنخزن صلاة من دلوقتي، ونقدس أفكارنا وطلباتنا وننقي نياتنا، ونوجه كل اللي احنا بنشتهيه من أهداف وأحلام نكون بنوجهها إن غايتنا الرب. هل من فاهم طالب الرب؟ هل من فاهم طالب الرب؟ الرب عاوزنا يكون عندنا روح الفهم وما نطلبش إلا الرب، ولإلهنا كل المجد. آمين.